واخدين بالكم يا جماعة من قصة ناس كتير دلوقتي بيطلعوا يتكلموا سواء في التلفزيون سواء على السوشيال ميديا عن اكتشاف مومياوات عبارة عن أنبياء لله. مم. و... وللأسف بتاع 50 اقتصاد اللي بيقرع للسعودية والإمارات وهو وغيره، يعني اللي بيطبطبوا قوي في اي قرار ياخدوه مثلا في حاجه، يقول لك ده هم ذكاء منهم انهم بيشتغلوا لمصلحتهم بس، لكن نيجي عند مصر ما تشتغل لمصلحتها. لا، مصر اصل الامه العربيه، اصل مش عارفه ايه، وننتقد في مصر لو اشتغلت لمصلحتها. المهم الاستاذ ده الافندي بتاع 50 الاقتصاد ده طالع في وقت متزامن مع وسيم السيسي مع ناس تانية، وللأسف خاربين. يعني أنا بتكلم لأن هما لاحظت إن في ناس كتير اتخربت عقلها بفكرة إنه الحضارة المصرية مبنية مش بتاعتنا، وإنها بتاعت أنبياء، وإنها حصاد ناس فضائيين. افتكروا كده من كام سنة كده قبل الثورة المصرية، قبل 25 يناير بفترة كبيرة، ناس كل شوية تطلع لك بمطلوع وتجيب لك تمثال لأبو الهول قال إيه على المريخ، وناس يطلعوا لك يقول لك والله العظيم انا يعني مش عارفه اجيب لكم ازاي اللينكات. انا على الفيسبوك في عامله فولو يعني الصفحات بتاعه افريقيه، يعني افريقيه، ناس اللي هم البريماتيف، اللي هم البدائيين. والله العظيم انا ما يعني مش بتجن عليهم، والله العظيم قدامهم مجاري وبيوطوا زي سوري الحيوانات، وبيشربوا المية مش زينا كده، لا بيشربوها كده زي سوري الحيوانات. ما بيشربوا المية، بياكلوا اكل شكله غريب معمول بمية زي مية المجاري. دول هما اللي بيصنعوا حضارتنا، واحنا سارقين الحضارة بتاعتهم، واحنا محتلين في نفس الفترة اللي علينا حملات من الافروسنتريك، والدولة المصرية نايمة ومش واخدة بالها ومش عايزة تاخد بالها. لان انا قلت لكم قبل كده، مش عايزة اعيد يعني، مش يعني المهم يعني الدولة عارفة ومع ذلك سايبه السيف في السايب، واللي عايزين يعملوا مؤتمرات تلاقي مغني ليه اتجاه افروسنتريك وبيتساب عادي يجي يغني هنا عادي، لولا السوشيال ميديا اللي بتعلي صوتها في حاجات والله اعلم في ايه تاني، يعني صوتنا معليش او محدش عارف. وفي نفس الوقت ده زي ما بقول لكم يطلعوا ناس يدعوا انه اكتشفوا مومياوات انبياء، ويطالع بتاع 50 اقتصاد في نفس الوقت زي ما بقول لكم متزامنا مع وسيم السيسي يروجوا لفكرة ان الحضارة المصرية مبنية من الفضائيين. وفي تمثال الايه سوري مومياء الايه مومياء غير بشرية، وان هي اوزيريس. واحد بقى مقبول يقول لك لا، مش انت عايز تقول لنا انها حضارة فضائيين؟ لا، ده اوزير ده هو زي النبي ادريس. احي، مش هقول الكلمة مش هقولها بالألف. أحي إدريس عشان أوزريس. يا جماعة يا جماعة أرجوكم والنبي ربنا يخليكم ربنا يخليكم، عشان أنا هتنقط. إدريس نبي خلاص. آه كلمة أوزيريس وإدريس ما لهمش علاقة ببعض. ليه يا جماعة؟ لأن هو أصلا اسمه المصري أوزير مش إدريس. خلاص، الإيز دي اللاحقة دي عند اليونانيين بمثابة ألف لام، تمام يعني للتعريف. فأوزيريس إيزيس نفتيس كل ده حسب النطق اليوناني، لكن إيزيس اسمها إزت أو إست. فاكرين يا جماعة في الأفلام العربية القديمة إست فلانة ده لقب، سي فلان سي ديت برضه فرعوني. المهم الخلاصة في نفس الوقت بالتزامن كده، يعني في أوقات متزامنة مع بعضها بالتوازي كده مع بعضها، يطلع وسيم السيسي
يروج للفكرة القذرة دي، وناس يطلعوا يروجوا انه المخابرات متحفظة على مقبرة مصرية من الستينات وقافلة عليها لان فيها اسرار الارض، وانه فيها اسرار وتكنولوجيا، وبتاع 50 اقتصاد بيروج للكلام الفارغ ده، فيها او تكنولوجيا واصله فوق 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 كده، زي ما تقولوا ايه، واصله للحتت اللي بيوصل لها الايس او الكبتاجون ولا معرفش ايا كان الشغل السرسجه والبرشام ده. لمصلحه مين نطلع ناس يطلع ناس من المصريين يروجوا للافكار القذره دي؟ والمومياء دي انا شفتها على فكره، ممكن تكون مومياء لواحد يكون عنده مشاكل في زي الناس اللي هم بتوع ذوي الاحتياجات الخاصه، اللي هم مش ذوي الاحتياجات الخاصه، اللي هم عندهم اعاقه ما، او اللي هم اللي بيقولوا عليهم مش عارفه اسمها ايه، يعني نسبه، يعني في ناس شكلها بيبقى فيه مشاكل، جسمها بيبقى فيه مشاكل، هل ده نقول عليهم فضائيين؟ الناس اللي في وقتنا المعاصر تلاقي واحد جسمه طفل، بس هو زي الله يرحمه الممثل فرحات، اللي هو كان في إشاعة حب، ده كان جسمه طفل، لكن هو بيكبر، بس بيكبر مش بالجسم يعني. هل ده نقول عليه فضائي مثلا؟ هو ما هوش قزم بس نقول عليه فضائي؟ ف زي الناس، يعني مش عارفه اقول ايه، يعني انا عماله يعني عايزه الخص في الكلام. فانا بصراحه انا مش خايفه من الصهاينه، مش خايفه حتى من الافروسنتريك بصراحه، مش خايفه منهم يعني، لان هم نفسهم مفضوحين يعني، والجداريات عندنا بتقول يعني بتفضحهم. لكن ان احنا نطلع نروج ونقول اصل في برديات بتقول، طبعا ومين هيراجع ورا البرديات؟ ما احنا ما بنعرفش لغه بلدنا الاصليه، نرجع تاني نقول ما بنتعلمهاش ما بنعرفهاش. والناس القوميين، انا في حاجات نسيت اقولها في الفيديو اللي فات بتاع المفاهيم والترسيخ المفاهيم، والناس اللي عندها مبادئ معينة مش بتنفذها. حضرتك ممكن تكون قومي مصري، بتعلم ابنك يا جماعة، بتعلم ابنك زي ما بتعلمه الدين والانجليزي والفرنساوي والعربي، بتعلمه لغة بلده، علشان لما يروح يزور اي مكان اثري قديم يقرأ بعينه عن جداريات تاريخه، يقرأ بنفسه، يقرأ بلده مش عن بلده. يقول لا والله، عشان لما حد يجي كاتبه لا والله انا قريت الكلام ده جدي نفسه كاتبه على الحيطه على الجدار. فهل انتوا يا قوميين المصريين بتعلموا ولادكم المصريه القديمه؟ بتدرهم دروس في المصريه القديمه؟ بتحاولوا تدوروا لهم على حد يديرهم دروس في المصريه القديمه؟ لا، ما بتدوروش. بس خدوا بالكم، انا مش خايفه على مصر من الافروسنتريك ولا من الصهاينه ولا من اي حد تاني، انا خايفه عليها من المصريين الامثال ده اللي بيقرعوا للعرب وبيقرعوا للامارات والسعوديه لما بيعملوا حاجه لمصلحتهم الشخصيه لمصلحه بلدهم، يطلعوا يشكروا فيهم، لكن لما مصر تيجي تعمل حاجه تنتقد. الفلوس حلوه، الرز حلو، صح؟ انت وهو بتاخدوا فلوس ولا ايه؟ هو انتوا مين كاريكوا علينا؟ مين مأجركوا علينا؟ خدوا بالكم يا جماعه، عشان انا اعرف ناس مصدقين الكلام بتاع الانبياء، اللي هو المومياوات الانبياء والكلام الفارغ ده. يا جماعه خدوا بالكم، يا جماعه، يا جماعه خدوا بالكم ان القران كتاب تعبدي مش كتاب دين ناخد منه ونعمل زي الصهاينه اللي بياخدوا من التوراه ويشوفوا الحفريات ومش عارفه ايه. يا جماعه ارجوكم، الكتب دي كتب تعبديه ملناش دعوه يعني تعبدوا لله بيها، مش كتب تاريخ. ما تخلطوش الاوراق، ما تخلطوش السياسه بالدين والدين بالتاريخ. انا خايفه على مصر من المصريين نفسهم الرخاص اللي ممكن يكونوا بياخدوا، انا ما بقولش انهم بياخدوا، انا ما شفتش وما اعرفش، ما اقدرش اتهم حد، لكن في قرائن. خدوا بالكم، مش كل حد يقول لكم اصل الجداريه بتقول، واصل في ابحاث زيهم زي بتوع تجار الدين اللي هم الدكاتره اللي بيدخلوا الدين في العلم، ويقول لك الابحاث اثبتت ان الواحد لما بيجي يصلي ودماغه تلمس الارض معرفش بيحصل له ايه كده، وراجع وراه وشوف وراه، ولو رجعت وراه على فكره هتلاقيه كداب. فارجوكم خدوا بالكم، خدوا بالكم، خدوا بالكم.